زيزو مين؟ زيزو انتوا واخدين زيزو فيه اكبر تريزيجيه مقلب. منتخب مصر والله شيل بص وبن زيزو شرقي وياسين مرعي وكل اللعيبه دي. ياسين مرعي ماله؟ ده انضم منتخب مصر. انا سمعت ان انضم منتخب مصر لو ما كانش اتصاب. يا راجل اي حد بيلبس فانيله الاهلي لازم ياخد توكيل المنتخب على طول. ما انت دخلت منتخب من الاهلي برضه كده. وانا داخل ايه؟ واسطه؟ ولا كنت داخل؟ ما هو الراجل مش داخل وانا كنت بتاع بطاطا؟ وكنت بنادي على بطاطا حضرتك واتخذت وقال لك تعالى انت شكلك لعيب كوره؟ لا انت طبعا لعيب كبير، واكيد اي حد بيلعب في الاهلي والزمالك لعيب كبير. ايوه ماشي، بس في لعيبه في الاهلي وفي الزمالك بيبقوا مكسرين الدنيا ما بيروحوش منتخب. تخيل مين دلوقتي مثلا مكسر الدنيا ما بيروحش منتخب؟ هو احنا بنتنشى على اي حد؟ لا هو دلوقتي في لعيبه. لا فين؟ في زيزو، في امام. انت ماسك في زيزو ليه؟ في زيزو، في امام. ماشي، مع زيزو ده اللي كنا بنقول عليه لما كان في الزمالك ما يخرجش، كان بيبقى اول تغييره. تعالى قابلني لو كابتن حسام طلعه حتى. يعني مش هياخده في المنتخب؟ هياخده، مش هيطلعه من الملعب. ده ممكن يطلع صلاح وما يطلعوش. لا مش للدرجه. وغلاوتك عادي يعني الكوره برضه. مش الايام بينا واحنا اهو ربنا يدينا طول العمر. عشان ايه؟ عشان ايه؟ خلاص لبس فانيله الاهلي. مش هو اللي قال له تروح الاهلي احسن في البرنامج اللي هو الشهير؟ عايز ترسخ فكره ايه يا كابتن باسم؟ ايه؟ عايز ترسخ فكره ايه؟ قول لي بالنسبه للكلام اللي بتقوله دلوقتي. اي حد لعيب في الاهلي ما حدش يقدر يكلمه يعني؟ الاهلي نمبر 1 في الكوره.